عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم قلاص بالنوغا اللي كيجي رائع شكلا ومذاقا. كيجي عامر من الداخل وما كيجيش قلاص اللي كناكلوه وكنلقاوه كله غير تلج. كيجي كريمي. خليكم معايا شوفوا المقادير والطريقة. المكونات اللي غادي نحتاج في الكلاص: عندي الكريمه السائله هولالا، عندي هنا لتر غادي نستعمل نصف فقط. يمكن لكم تعوضوها بساشي ديال كريم شانتي، جوج دانيت فلون كراميل، عندي ساشي ديال فلون ديال الكراميل، وكاس ديال حليب مجفف، كاس مخلط ما بين الكاوكاو واللوز اللي حمرتهم واحد شويه. يمكن لكم تعوضوه باي نوع د المكسرات كتفضلوه، وعندي كاس ديال السكر سنيده. بسم الله. اول حاجه غادي نحضرها هي النوغا. كنوضع السكر على نار مهيله باش يذوب ويرجع كراميل. ضفت ليه القليل من الملح. كنبقاو مره كنحركو غير بهذا الشكل هذا. من بعد ما وجد الكراميل انا غادي نضيف اللوز وكاوكاو اللي قلت لكم حمرتهم غير واحد شويه. صافي كنخلط الكل حتى كيندمج مع الكراميل. كنوضع النوغا على ورق الزبده وهي مازال سخونه. غادي نخليها تبرد. من بعد ما بردات غادي نقسمها وغادي نطحنها. ما غاديش نطحنوها بزاف، غادي غير نهرمشوها. غادي نخلي واحد شويه منها غنزين به الكلاص. يمكن لكم توجدوا النوغا قبل وتحتفظوا بها وقت ما بغيتوا ديروا الكلاص كتلقاوها موجوده. هرمشتها على هذا الشكل هذا باش نوضعوها في الكلاص تبقى باينه، ما خصناش نطحنوها بزاف. ودابا غادي نطلع الكريمه. غادي نضيف فقط نصف لتر مع ساشي كبير ديال فلون كراميل بالسكر. انا كنت وضعتهم من قبل في المجمد باش تساعدنا ان الكريمه تطلع دغيا. دابا غادي نضيف دانيت والحليب المجفف. ودابا غادي نضيف النوغا وغادي نخلي واحد شويه اللي غادي نزين به الكلاص. غنضيف لي بيبيت شوكولا اللي وضعته في المجمد حتى بردوا مزيان، وغادي نخلط الكل. كناخذ مول وكندير ليه السلوفان وكنوضع فيه الكلاص. كنقادو الوجه ديال الكلاص. من بعد كنضرب شويه باش ما يبقاوناش هذوك الفراغات. كنوضع ورق الزبده. غادي نغطيه بالسلوفان ومن بعد غادي ندخلو المجمد ونخليه ما بين 6 حتى 7 ديال الساعات. من بعد ما دازت 6 ديال الساعات غادي نحيدو من المول. وغادي نزينو بالنوغا اللي هرمشت وكذلك القطع النوغا اللي خليت ولي بيبيت شوكولا. والتزيين كيبقى اختياري. انا زينته بالنوغا، يمكن لكم نتوما تزينوا باي حاجه كتفضلوها. غادي نزين كذلك بالكراميل. ان شاء الله غادي ننزل لكم فيديو كيفاش تصاوبوه في الدار، كيجي زوين. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص من بعد ما ضفت ليه القطع ديال النوغا. كيجي زوين في الشكل ديالو، كذلك المذاق ديالو كيجي رائع. غير جربوه ما غاديش تندموا عليه.
في هاد الصهد هذا كنحتاجو الكلاص بزاف، ماشي ضروري أننا نشريوه دائمًا، نوجدوه غير في الدار راه ساهل، نفرحوا به عائلتنا ووليداتنا وكذلك الضيوف ديالنا. كنتمنى أن الاقتراح ديالي ينال الإعجاب ديالكم. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة.